السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم في هذا الفيديو غادي نقول لكم انت او انت علاش غادي تحتاج الاي اي. اولا الاي اي تحتاجو حيت هو ذكي عليك وسريع عليك. هذا ما كيعنيش بلي انه انت راك ناقص او انت ناقصه، بالعكس. يعني كل واحد تبارك الله عليه عنده واحد الحاجه كتميزو بها، ولكن الذكاء الاصطناعي كيكونوا فيه شي خصال زعما مزيانه، بحال مثلا انه ما كيحسش، كيكونوا المشاعر قلال. الحاجه الاخرى هو انه كيحيد عليك واحد الوقت انك اللي تضرب بزاف تاع التماره باش انك انت تاناليزي. الحاجه الاخرى هي انه بروفيتابل، يعني النتائج ديالو مزيانه. يعني ما غاديش نقول لكم مثلا ديك الهضره اللي كيقولوا لي تريدر الاخرين انه 100% وين ريت. يعني ما غاديش تخسر، راه غادي تخسر، ولكن في الفيديوهات اللي غادي يكونوا غيكون بحال اللي قلتي. غادي نعلمك كيفاش تخسر او انك كيفاش تتعامل انت اصلا مع الخساره. اوكي. دونك هنا فاش كيكون لافونتاج ديال انه واحد بروفيتابل ولا واحد ماشي بروفيتابل. الحاجه الاخرى هو انه الاي اي ماشي بحال الحوايج الاخرين، حيت ملي كنقول لك بحال الحوايج الاخرين كان عندنا واحد المسار زمني. دابا داك المسار الزمني اش كان فيه؟ دونك المسار الزمني ديالنا شنو كان فيه كانوا لي زانديكاتور، ابخي الاكسبرت ادفايزر، وبنادم عاد بدا الاي اي. اوكي. دونك شنو هما لي زانديكاتور هما المؤشرات اللي كيكونوا في ميتا تريدر اولا تريدين فيو. شنو هو الفرق بينه وبين، يعني المهم ندوي على كل واحد شنو تيدير، حيت كاين اللي كيعرف وكاين اللي ما كيعرف. لانديكاتور هو مؤشر انك انت كتبرمجو على انه الا طرا واحد الحدث بالضبط، مثلا في الشارت يعطي لنا واحد السيجنال ولا يعطي لنا واحد العلامه. مثلا كانت مثلا شمعه حمراء مع 8 الصباح. انفو مثلا تكون شمعه حمراء مع 8 الصباح تقول ليه دير ليا باي، يعطي لها سيجنال ديال الباي. مثلا بحال ما هكا ولا حمراء ولا شي حاجه بحال ما هكا. المهم واحد الكونديسيون هو كيبقى يحترم داك الكونديسيون، ما كيفكر ما والو. اولا مثلا يرسم لك زون مثلا بحال شي اف في جي فير فاليو غاب ولا شي حاجه بحال ما هكا. هو كيجي مع كتكون ديك الفير فاليو غاب كيرسمها وكيقول لك ها هي الفير فاليو غاب. دونك هذا انديكاتور كيعرف غير واحد الحاجه. ولي زانديكاتور اللي كيكونوا بروفيتابل غير في واحد البيريود، يعني يقدر يكون شهر شهرين صافي ما يبقاش يربحك. الاكسبرت ادفايزر هو بحال الانديكاتور، ولكن هو كيكون في ميتا تريدر، ما كيكونش مثلا في تريدين فيو. هو نقدروا نقولوا عليه نيت انديكاتور، ولكن مثلا كيقدر يحل صفقه ويسد صفقه. اوكي. دونك كاين عاوتاني عندك بنادم، يعني بنادم مثلا بحالك وبحالي بحال اي واحد، يعني كي اناليزي. دونك هادو عندهم ايجابيات وسلبيات. دونك الانديكاتور كيكون اصلا عنده واحد الوين ريت اللي كيكون صغير، وكيكون على ديك الاستمراريه، والثمن ديالو ديما كيكون بواحد الاشتراك شهري، وديما يقدر ما يربحكش. الاكسبرت ادفايزر كيكونوا غاليين، يعني تقدر تشري بين 5000 درهم حتى ل 3 مليون دقه واحده. النتائج ديالو ما مضموناش، والنتائج ديالو مضمونه في واحد الوقت صغير، ابخي مع المستقبل ما كيضمنش لك بلي انه غادي يربحك. بنادم انه مثلا انت فاش كتجي كتريدي خاصك اتليست تكون عندك واحد 4 سنين باش انك انت تكون بروفيتابل، اولا 3 سنين باش انك انت تكون بروفيتابل. وتفيكسي المشاكل ديالك. دونك هنا الاي اي شنو كيجي كيدير؟ الاي اي كيجمع بين هادو كاملين، يعني كيعرف بزاف تاع لي استراتيجي، ما كيكونش فيه يعني الايموشنز بحال لي زانديكاتور والاي اي، وكيكون سريع، وكيعرف داكشي اللي كيقدروا يعرفوا بزاف ديال البشر، ماشي واحد كيعرف داكشي اللي كيعرفوا بزاف تاع البشر. دونك انت في هاد الحاله باش غادي تخدم؟ في الغالب ما غاديش تمشي تخدم بالانديكاتور او لا اكسبرت ادفايزر. دونك انت غادي تخدم كبنادم تريد اناليزي مانيوال، اولا انك تخدم بالاي اي اناليزي بالاي اي، اولا انك انت تعاون بهم بجوج. يعني انت كتاناليزي براسك وابخي كتعاون بالاي اي، اولا كدير الاي اي ابخي انت كتكونفيرمي ديك الانتري.
دونك هادشي اللي كاين. الكوست ديال الاي اي مثلا كتكون ماشي غاليه بزاف بحال لي زيكسبيرت ادفايزر، يعني تقريبا فاش غادي تدخل الماركت ديال ميتا تريدر وغادي تشوف هاد الاكسبيرت ادفايزر شحال دايرين، غادي يضرك راسك. يعني اللي كيبان ليه اللي كيكون فيه شويه تاع الربح راه كيبيعوه ب 1500 $1500. والنتائج ديالو في زعما في المدى زعما الطويل كتكون ماشي مربحه. يعني مع يبان لك شي اكسبيرت ادفايزر جديد كتشريه، يعني الا كان قديم كتحاول تبعد منه. دونك هادشي باش كيخدموا اصلا الشناو وداكشي. انت مثلا الا بغيتي تلحق لواحد ليفل ديال بروفيتابل تريدر، يعني بنادم مثلا كي اناليزي مانويل، كتولي عندك واحد الاكسبيريونس تبارك الله متواضعه. يعني مثلا 4 سنين 5 سنين كطيح كتنوض بحال ما حتى كتعلم. دونك هادشي اللي كاين. يعني مثلا الاي اي بحال قلتي هو ثوره. يعني سواء كنتي نتايا برو تريدر ولا ماشي برو تريدر، خاص ضروري تخدم به. فهمتي؟ ملي كنقول ضروري نيت، حيت راه كاين واحد الفرق كبير بين انك انت تاناليزي راسك وبين انك تاناليزي بالاي اي. الاي اي هو انك تقدر تستخدم اي استراتيجي بغيتي، ماشي بحال الاكسبرت ادفايزر ولا زانديكاتور كيخدموا غير مثلا بواحد الكونديسيون، واحد الشرط. البشر كيخدموا مثلا ماكسيموم بثلاثه تاع الشروط، كيعرفوا مثلا جوج تاع لي استراتيجي وكيهزوا منهم احسن حاجه، ولا جوج تاع المدارس وكيهزوا منهم احسن حاجه. بينما انت الاي اي تقدر مثلا تدخل شوف راه كاينين بزاف تاع لي استراتيجي هنايا، وتقدر نتايا تعطيه لا استراتيجي نتا هنا تكتبها. تقول ليه شي استراتيجي ديالك نتايا، مثلا تقول ليه مثلا مع واحد البيريود الا شتي مثلا شي سويت ليكويديتي دير هادي ودير هادي. خلاص هادو دي استراتيجي حنا ديجا باكتيستيناهم بحال ما هكا، لقيناهم خدامين لنا، داكشي علاش حطيناهم هنايا. وكاينين شي وحدين اللي لقينا مثلا الوين ريت ديالهم طايح. دونك هادشي اللي كاين. الاي اي غادي تحتاجو باش يسهل عليك الخدمه ويخليك دير الفلوس بلا ما دير شي افور كبير. نتمنى الفيديو يعجبكم. ومهم نبقاو نبارطاجيو في هاد لاشين فيديوهات على انك انت تريدي بالاي اي وبواحد الطريقه سهله. وابخي ان شاء الله غادي نديرو لايف تريدين، يعني داكشي غادي يكون لايف بلا يعني بلا زواق بلا حتى شي حاجه، بلا ما نفيكو شي حاجه.